يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا دايما في افضل صحة وحال. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل النهاردة مع بعض ازاي نضيف المنتجات داخل الاقسام اللي عملناها. الفيديو اللي فات شرحنا ازاي نعمل اقسام رئيسية واقسام فرعية داخل المتجر الالكتروني على ايزي اوردر. النهاردة هنشرح ازاي نضيف المنتجات من الخانة الرئيسية هنا بتاعت المنتجات. هروح على كل المنتجات، وبرضو زي ما قلنا هو اوريدي ضايف لي مجموعة من المنتجات في كل الأقسام اللي هو كان عاملها، فأنا ممكن برضو أشيلهم كلهم وأبدأ على نضيف، أقول له حذف. تأكيد، شكرا، تم حذف كل المنتجات. فعايز تحط منتج جديد، يلا إنشاء. طيب، لما ضغط على إنشاء بيظهر صفحة فيها شوية داتا زي كده، وجنبها صفحة تانية، وجنبها صفحة تالتة ورابعة وخمسة وستة وسبعة، وفي سهم هنا 8 9 10 11 صفحة تملى فيهم بيانات. هل كلهم مطلوبين؟ لا، الأساسي بس هو أول صفحتين فقط. يعني دي كلها اوبشنز زيادة ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش، وفي الغالب مش أغلبها بتتعمل. ففي الشغل العادي اللي ما فيهوش فرق مش هنعمل أي حاجة من الحاجات دي. طيب، فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيانات المنتج الاساسيه وصور المنتج. هو مش عايز اكتر من كده، عشان يعني احنا لو مالينا اول اتنين وعملنا له حفظ هيحفظ خلاص. يعني هيبقى المنتج كده اتسجل ودخل على المتجر بتاعك وبقى زي الفل. مش لازم نعمل له ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي زي ما احنا عاوزين. بس انا هشرح معاكم اغلب الحاجات دي عشان تبقى انتوا فاهمين كل الاوبشنز المطلوبه. اول صفحه بيانات المنتج الاساسيه. تحط هنا اسم المنتج، تحط هنا رابط المنتج، بتحط هنا وصف المنتج لو انت عايزه. الحاجات دي بتفرق جدا مع الاس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هو تهيئه الموقع عشان يكون متلائم او متوافق مع محركات البحث. يعني بالبلدي ان جوجل تبقى فاهمه ان ده منتج اسمه كذا بيعمل كذا 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 كذا، عشان لو حد بيسيرش على المنتج ده ممكن انت تظهر له فيجي لك عميل من الهوا او ببلاش. طبعا الاس اي او ده يعني علم كامل ليه كورساته المنفصله، يعني انك ازاي تعمل اس اي او للمتاجر، ازاي تعمل اس اي او عموما. ده قصه طويله وعريضه وفيها نولج ضخمه جدا. طيب، فمثلا تعالى نفترض اسم المنتج مثلا ترنج، مثلا رجالي مشجر مثلا. هفترض ان ده ال 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 اسم المنتج بتاعي. رابط المنتج اللي هيكون بعد برضو، يعني ما هي زي هنا مثلا كان في حاجه اسمها كولكشنز وشورت، يعني في حاجه اسمها هنا برودكتس سلاش اسم المنتج بتاعك او رابط المنتج بتاعك. فمثلا هنحط مثلا ان هو اي كلام، مثلا تري ستايل مثلا. مش هو مشجر؟ تري ستايل. طيب، الديسكريبشن هتحط هنا الديسكريبشن بقى اللي هيسمع عند جوجل، فخلاص ده مش وقته ان احنا نشرحه. ايه الاس كيو؟ خليها قدام عشان ما لخبطكش. هي حاجه بنستعملها لو انا رابط المتجر بتاعي بسيستم افيليت مثلا، فبجيب الاس كيو او اعتبر اس كيو اللي هو الباركود. بجيب الباركود اللي هو الرقم التعريفي المميز بتاع المنتج من السيستم الافيليت وبحطه هنا عشان السيستم يفهم ان ده نفس المنتج اللي هناك، فيعرف يربط ويرمي الاوردرات اوتوماتيك. هنشرحها بعدين كده ما تقلقش. فايه، سيبها مؤقتا. ننزل تحت هنلاقي سعرين، سعر المنتج وسعر التخفيض. لو انت عايز تعرض منتج بسعر واحد هتحطه هنا شكرا ب 100 جنيه الموضوع انتهى، او مثلا ب 300 جنيه الموضوع انتهى خلاص. لو انت عايز تقول له كان ب 300 وبقى ب 250 فهتحط السعر الكبير في سعر المنتج وسعر التخفيض اللي هو السعر النهائي، عشان ما تتلخبطش. في ناس بتقعد تحط بالغلط، تحط سعر المنتج هنا قبل مش بعد. فسعر التخفيض هو السعر النهائي اللي العميل هيدفعه. فهنا يبقى هيظهر للعميل 300 عليها شرطة 250، يبقى السعر النهائي بدلا بقى 250 بدلا من 300. ممكن تحط له هنا وممكن لا، ممكن تحط له هنا تكلفة المنتج كام عشان هو يحسب لك هو الربح. ليه؟ عشان بره في الاحصائيات لو كان حد واخد باله ان في بره في الاحصائيات ممكن يقول لك صافي الربح كام. بيحسبها هو ازاي؟ بيعرف هو منين؟ انت بتبلغه انه والله المنتج ده انا ببيعه ب 250 والمنتج واقف عليا ب 150، وهو شايف انك بتكسب في الحته 100 جنيه. فلو انت دخلت له على مدار الشهر اللي فات
1000 حته يبقى ارباحك 100000 جنيه. بس انا بالنسبه لي دي غير مناسبه اطلاقا وملهاش اي استعمال، لانه طبعا ده مجرد ربح مبدئي، لسه في تسليمات ولسه في اعلانات ولسه في مصاريف هوالك ولسه في شحن مش عارف ايه وايه. فيعني طبعا الرقم اللي هيظهر لك هنا هو غير معبر عن شيء غير بس انه مجرد رقم الناس بتتباهى بيه قصاد بعض، عشان نكون صراحه مع بعض. يعني يكون حد كده عامل عايز يعمل نفسه جامد جدا وكده، فيقوم ايه مصور الصوره اللي هنا بقى ويقول لك انا عملت 100,000 اوردر وصافي الربح مليار جنيه والكلام الظريف اللي انتوا عارفينه ده. لكن كاستخدام حقيقي انا بالنسبه لي ليست ذات قوه في الحسابات يعني. فلو انت عاوز تستعملها اوكي، مش عايز تعملها براحتك. برضو الأولوية في الظهور ايه؟ لو انت هتحط المنتج ده داخل قسم فهو يظهر في الاول ولا في الاخر ولا في النص زي ما انت تحب. طبعا لو انت عايزه يظهر اول واحد اديله اكبر رقم، اديله مثلا 5 7 10 زي ما انت حابب يعني. يعني لو كل المنتجات الباقيه صفر هو ده خد واحد بس حتى مش 10 هو هيظهر قبلهم. لو كل المنتجات الباقيه مثلا اكبر بريورتي فيها 4 انت اديت له 5 هو هيظهر قبلهم وهكذا. الرقم الاعلى بص اهو، لو هذا القسم له اولويه تساوي 7 وقسم اخر له اسف 9 وقسم اخر له 7 سيظهر 9 قبل 7. ده طبيعي جدا. طيب مش عايز تستعمله برضو اوكي. الاقسام هتختار بقى ده ايه، ده إيه المنتج ده ترنج رجالي يبقى هحطه في القسم اللي اسمه ترنجات رجالي كده خلاص. طب اقدر احطه في اكتر من قسم؟ ممكن مثلا هفترض طبعا ده مش هينفع يعني، اكيد المنتج الترنج ده مش هحطه جوه الاحذيه، انا بس بشرح لك انه ينفع. لان ممكن يكون عامل قسم زي ما قلت لك اسمه ايه تخفيضات، ويكون عامله قسم مخفي بس احط فيه المنتج ده، فخلاص لما حد يخش على قسم التخفيضات عندي يلاقيه او قسم العروض او ايا كان او بيست سيلينج او الكلام ده يلاقيه جوه نفس القسم ده. فممكن تحط نفس المنتج داخل نفس القسم. هنا بتقدر تحط الوصف بتاع المنتج بتاعك انه ترنج كذا وترنج كذا ومكونات كذا. تحط ايه؟ تحط صور، ترفع صور يا باشا، تحط فيها صور المنتج بتاعك وتكبرها. بص كل حاجه سهله خالص، وتصغرها وتحط شويه تكست كمان لو انت عاوز، وكمان تكست وبعدين كمان صوره. تحط بقى صور على الطبيعه، تحط صور مش عارف سيشن، تعمل له سلايد، اقعد بقى ايه تشقلب زي ما انت عايز. اعمل كده وخلي كل حاجه في النص مثلا كده سنترلايزد، خليها كلها بولد مثلا، اديها هيدنج 3، اديها الوان، حط صور، حط لينكات، حط فيديوهات، حط ايموجيز. ممكن تحط هنا ايموجيز عادي جدا صباح الفل كانك بتتشات مع العملاء عادي جدا. اللي انت عايزه اعمله. وكده احنا خلصنا اول صفحه اللي هي بيانات المنتج الاساسيه. لو سيفت دلوقتي مش هيرضى، ليه؟ لانه لسه في حاجات ما اتملتش. اهو حفظ يقول لي اسف يجب وضع صوره للمنتج، لانه الصفحه رقم 2 هم زي ما قلت لك هم بيكملوا بعض، هم الاثنين الاساسيين اللي اقدر بعضهم اسيف، والباقي اوبشنال يعني ممكن تستعمله وممكن لا ما تستعملوش. بتختار هنا الصور بتاعت المنتج من الصفحه الثانيه، بترفع الصوره الرئيسيه اللي هي اول صوره بتظهر، وهي ميزه هنا قويه ان هو يعني حتى في بلاتفورمز ثانيه ممكن ترفع له 4 صور مع بعض وهو يختار هو واحده عشوائيه، وتقعد انت بقى تلعب عشان تختار له انهي صور تظهر في الاول. لكن هنا انت بتختار الصوره اللي تظهر في الاول هي مثلا صوره المنتج دي، ثم الصور الاخرى بقى ممكن ترفع صوره 2 3 زي ما انت عايز. خلاص هيرفعهم مع الصوره الرئيسيه، لكن دي اللي تظهر فين؟ في الاول. كده اقدر بالفم المليان اقول له تم حفظ المنتج فعلا اهو. ولو انت عاوز تشوفه عندك على الويب سايت، يا اما تروح تجيبه من على الويب سايت، يا اما من هنا اسف لحظه، يا اما من هنا تروح تقول له مشاهده، تضغط عليه فيظهر لك المنتج بتاعك. ادي الصوره الرئيسيه وادي الصور اللي اترفعت معاه، لكن الصوره الرئيسيه اللي احنا رفعناها. ادي المحتوى بتاع المنتج والصور والمحتوى والصور مرة تانية وكل الكلام الظريف ده عملناه. وعشان الراجل يشتري لازم يضغط هنا للشراء، فيروح على صفحة يكتب فيها اسمه ورقم تليفونه وعنوانه، وبعدين يقول له اتمام الطلب، او يروح يقول له اضف الى السلة وبعدين يقول له اتمام الطلب، ويروح على نفس الصفحة يكتب فيها البيانات ويقول له اتمام الطلب. لو انت مش عاجبك المنظر ده تابع معايا الفيديو عشان ممكن نخليه شكل الصفحة احلى من كده بكتير. طيب نروح نعدل المنتج تاني عشان نكمل بقية شروحات الحاجات اللي كنا عايزين نعملها. فاحنا خلصنا اول صفحة اللي هي بيانات المنتج الاساسية،
وزي ما قلت لك اهو السعر ظاهر قبل الخصم 300 بعد الخصم 250، فهو ظاهر 300 مشطوب عليها و250 ده السعر النهائي اللي العميل هيحاسب عليه. وخلصنا صور المنتج، تعالى على الصفحه اللي وراها اللي هي عمل لاندنج بيج احترافيه، ودي هنخليها للفيديو الجاي عشان دي عايزه فيديو لوحدها الحقيقه، ما ينفعش تتحط وسط فيديو يعني هي اكبر من ان انا اشرحها في النص. هعمل لك الفيديو اللي جاي كاملا اسمه هاو تو ميك ا جود او ا بروفيشنال لاندنج بيج تو يور برودكت، ازاي تعمل صفحه هبوط احترافيه او لاندنج بيج احترافيه للمنتج بتاعك. دي عايزه ايه على رواقه، فخليها الفيديو القادم. طيب منتج متعدد الخواص، طبعا دي بتقابلها كتير جدا في شغل الفاشن. يعني لو انت شغال في ادوات مطبخ خلاص يعني اخرك ممكن تلاقي الوان في بعض المنتجات، انه مثلا نفس الفازه دي في منها لون ابيض ولون بيج ولون سماوي مثلا. لكن مثلا لو شغال فاشن شيء اساسي جدا، جزء اساسي من شغلك ان يكون في مقاسات وان يكون في الوان. فلازم الراجل وهو بيطلب الترنج ده ما ينفعش يقول له ادخل هنا للشراء اشتري ايه، اشتري انهي لون، افرض الترنج ده فيه 4 الوان، اشتري انهي مقاس، الترنج ده فيه 5 مقاسات سمول وميديوم ولارج واكس و2 اكس، انهي مقاس وانهي لون. طبعا لازم تختار او لازم تخير الزبون بتاعك، فلازم تعرض له الكلام ده على الويب سايت، فلازم تحط مقاسات من الصفحه الرابعه اللي هي منتج متعدد الخواص. يعني ايه؟ يعني منتج فيه اكتر من شكل، اكتر من خاصيه. فبروح هنا اقول له اضف متغير جديد. بص ركز معايا عشان هي تلخبط اول مره، الحقيقه ممكن تلخبطك، لكن لو فهمتها بالراحه كده من غير ما تستعجل هتلاقيك ان انت ايه الموضوع بقى بالنسبه لك سهل جدا. انا هنا لحد السطر ده انا عندي متغير اسمه ايه؟ متغير الحاجه اللي بتتغير. ايه الحاجه اللي بتتغير؟ يا اما اللون، يا اما المقاس، يا اما الطبعه مثلا، اللي هو هفترض ان انت حاطط اكتر من برنت داخل نفس المنتج، لكن اشهر حاجات هي ايه؟ اللون والمقاس. يبقى انا هعمل متغير مثلا اسمه اللون، ولو انت شغال بروفيشنال وانجلش هتسميه كلر. طيب سيبك من ده دلوقتي معلش وانزل لي هنا اضافه عنصر. بص لما هضغط اضافه عنصر شايف السطر ده هيتحرك لتحت، يبقى انا لسه جوه هذه المنطقه داخل المتغير اللي اسمه اللون، وهضيف كمان عنصر. بص السطر ده نزل لتحت، يبقى كل هذه المنطقه بتاعت نفس اللون. اضيف عنصر ثالث خلاص. بص اهو هو حتى بيرقمهم لي 1 2 3. اسم المتغير هنا مثلا هسميه ابيض، وهنا هسميه مثلا اسود، وهنا هسميه مثلا ازرق. يبقى انا عندي متغير اسمه اللون بداخله 3 خيارات. خيار رقم 1 اسمه ابيض، خيار رقم 2 اسمه اسود، 3 اسمه ازرق. وممكن ترفع وتنزل زي ما انت عايز. ده ممكن ترفعه لفوق كده فيبقى الازرق هو اللي فوق، ممكن تنزل الابيض تحت. العب زي ما انت عايز، عملت واحد غلط اعمل ازاله، العب زي ما انت عايز. يبقى تاني في متغير مبدئي اسمه اللون، تحتيه بص اهو تحتيه خش شمال سنه كده ازرق وابيض واسود. هروح اقول له اضف متغير جديد، هيتضاف تحت الخط ده. يبقى في متغير جديد رقم 2 اهو، يعني ده كده كل ده رقم 1 عباره عن اللون اللي هو ازرق وابيض واسود. ثم ادخل هنا رقم 2 المقاس او الحجم، واقول له اضف عنصر اضف عنصر اضف عنصر اضف عنصر. مثلا هنسميه سمول حتى كده لو بالعربي مثلا، مش افضل حاجه طبعا يعني بس براحتك، ميديوم ومثلا لارج واكس لارج. حلو كده. يبقى انا كده عندي كام متغير؟ 2. واحد كبير اسمه اللون تحتيه 3 متغيرات، وواحد كبير اسمه المقاس تحتيه 4 متغيرات. حلو الكلام. حلو الكلام. طيب نقولها تاني سريعا. انا عندي متغير كبير اسمه اللون تحتيه ازرق وابيض واسود، شدينا خط اهو. وعندي متغير تاني اسمه المقاس تحتيه 4 حاجات سمول ميديوم لارج اكس لارج. طب ايه الاوبشن اللي سيبناه بقى ده؟ الخيار ده هيتم اختياره ازاي؟ شكله هيبقى عامل ازاي في الويب سايت؟ ممكن يبقى لون، فساعتها هو يضغط على باليتة الوان كده للون الازرق وللون يعني مثلا اقول له كده ده لون ازرق، وده مثلا لون ابيض اقول له كده اختار لون ابيض، وده مثلا لون اسود اختار لون اسود. فهيظهر للراجل باليتة الوان كده يختار منها. يعلم على الازرق فهو فهم ان هو اختار اللون الازرق، يعلم على الاسود يبقى هو فهم ان هو اختار اللون الاسود.
او اوبشن تاني انه بلاش اللون، ممكن يبقى ازرار مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها اللي انت كاتبه، ازرق ابيض اسود، وهو يختار يكليك على الزرار اللي اسمه ازرق او ابيض او اسود وهكذا. او ممكن تبقى قائمه مثلا قائمه منسدله، انه يظهر له قائمه يختار منها، يكليك على القائمه يظهر له 3 خيارات، ازرق او ابيض او اسود، هو يعلم على واحده من الثلاثه. طيب معلش عشان نشرح دي شكلها عامل ازاي، انا هشيل المتغير التاني خالص، هبقى عندي بس اللون فقط، وهقول له حفظ. احنا اخر حاجه معمولينها ايه؟ خلينا مثلا الاول نختار اول واحده اللي هي لون، وهنختار اللون ده ازرق، خلاص هم مختارينه مظبوط، وده ابيض وده اسود، تمام زي الفل. هقول له حفظ. تعالى كده نتفرج على المنتج من جوه. اهو بص، اهو ظهر لنا متغير اللون، هل هو ازرق، هل هو ابيض، هل هو اسود. طيب لو خليناها يا صديقي لو خليناها ازرار، وهقول له حفظ، ونروح نرفرش، بقت زراير ازرق ابيض اسود. طيب نقول له خليها مثلا قائمة منسدلة، واقول له حفظ، ونروح هنا نرفرش، بقت اهي قائمة منسدلة اختار منها. طبعا انت تختار الشكل الذي يحلو لك، كل حاجة حسب الديزاين او الشكل بتاع الويب سايت بتاعك، هو بيوفر لك اكتر من حاجة. في اوبشنز ثانية بس يعني انا عمري ما استخدمتها او شايفها مش ظريفة. ممكن تبقى صورة، ترفع صورة لكل واحد، ترفع صورة اللون الازرق، ترفع صورة اللون الاحمر، ترفع صورة اللون الاسود وهكذا. ممكن تبقى المشتري يرفع هو صورة، طبعا دي صعبة جدا، ارجوك ما تستخدمهاش، محدش هيعمل كده، محدش مشتري هيروح يرفع هو صورة المنتج اللي هو عايزه، ده اوبشن صعب جدا. المشتري يكتب كلمة، يعني يختار هو، يقول لك هو انا عايز اللون الابيض، انا عايز اللون الاحمر، برضو دي انا ما بفضلهاش قوي الحقيقة. فاكتر اوبشنز بستعملها يا اما اللون، يا اما الازرار، يا اما القائمة المنسدلة. اكتر حاجة بستعملها ذا موست هي الازرار الحقيقة يعني. تمام. طيب ده كده شرحنا الحته بتاعه المنتج متعدد الخواص. معلش انا عايز اجيب مثلا منتج تاني كده على رواقه، عشان نعمل مثلا منتج كده جديد، هنسميه اي حاجه، مثلا ترنج محير مثلا. هنحط الرابط اي حاجه طبعا بالانجلش، وهنحط الديسكريبشن ده اي حاجه، نحط السعر مثلا برضو 300 250 اي كلام مش مشكله. هنختار القسم مثلا ترنجات رجالي، وهنحط اي كونتنت، تمام زي الفل. هنرفع اي صوره عشان برضو بس للوقت ليس الا. وتعالى نروح تاني على منتج متعدد الخواص، ونجيب من الاول عشان اشرح لك حاجه زياده. هنضيف اول متغير اللي هو زي ما قلنا مثلا اللون، وهنضيف جواه عنصر اسمه ابيض، وعنصر اسمه ازرق، وعنصر اسمه اسود. خلصنا. طب انا عندي متغير تاني اسمه المقاس، فاقوم قايل متغير جديد اسمه المقاس او الحجم زي ما انت عايز. وهنضيف فيه كام عنصر؟ مثلا 4 عناصر مثلا. واحد هنسميه ميديوم، واحد هنسميه لارج، واحد هنسميه اكس لارج، وواحد هنسميه مثلا 2 اكس لارج مثلا. هل تقدر تقول لي حاليا يا صديقي المنتج ده فيه كام متغير؟ ما انا عندي متغير اسمه اللون فيه 3 الوان، ومتغير اسمه المقاس فيه 4 مقاسات. توتال متغيرات هذا المنتج هو 12. لو جاوبت بالرقم ده يبقى انت راجل فهمان، لو ما جاوبتش بالرقم ده تعال اقول لك ليه 12. ببساطه شديده بنحسب الرقم ازاي؟ بضرب عدد المتغيرات في بعضها على طول كده. عندي كام متغير؟ اللون والمقاس. طيب اللون في كام لون؟ 3. المقاس في كام مقاس؟ 4. اضرب 3 في 4 يبقى ب 12. ليه بالبلدي؟ مش انت النهارده يا ريس عندك لون ابيض، واللون الابيض ده جواه كام مقاس؟ اكيد فيه
واحد ميديوم ابيض، وواحد لارج ابيض، وواحد اكس لارج ابيض، وواحد 2 اكس لارج ابيض، صح؟ طيب وبعدين ننزل على الازرق، في كام مقاس؟ هو كمان 4. في ازرق ميديوم، وازرق لارج، وازرق اكس لارج، وازرق 2 اكس لارج. كام اسود؟ برضه 4. اسود ميديوم، اسود لارج، اسود اكس لارج، اسود 2 اكس. يبقى انت بتضرب ده في ده، عدد المتغيرات اسف، او عدد العناصر داخل كل متغيرات. في كام عنصر في اللون؟ 3. كام عنصر في المقاس؟ 4. 3 في 4 يبقى ب 12. فهتلاقيه موفر لك تحت 12 بوكس. تعالى كده عد معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هو عمل كتير. اوه طيب خلينا نعمل حفظ كده، معلش. نعمل حفظ ونروح نعمل تعديل. كده ظبطها خلاص. هو كان مهيز بس ساعتها، كان كده ظبط. تعالى كده نعد. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مظبوطين. اللي هو هتلاقيه حتى عملهم ازاي. بص هو عملهم ازاي. قال لك ابيض ميديوم، ابيض لارج، ابيض اكس لارج، ابيض 2 اكس. مشي على الاربعه الابيض، وبعدين اللي وراه يبقى ازرق، ازرق ميديوم، ازرق لارج، ازرق اكس لارج، ازرق 2 اكس. خد الاربعه الازرق، يعني خد الاربعه الاسود، وهكذا عمل 12. طيب لما هو النهارده مديني من كل متغير من ال 12 بوكس. ليه؟ عشان حاجتين: عشان تقدر تضيف عدد القطع بتاع كل متغير، لانه اكيد ممكن يبقى عندك الستوك مش متساوي. الابيض الميديم عندك منه مثلا 10 حتت، انما الابيض اللارج عندك منه 12. يبقى الابيض اللارج قادر انه يستقبل 12 اوردر، لكن ده قادر انه يستقبل 10 بس. الابيض الاكس لارج او الاثنين اكس او ايا كان، خلاص نفس الكلام بقى. تقدر تحط عدد القطع انه في الاكس لارج مثلا في 3 بس، وهكذا. الحاجه الثانيه انك ممكن تدي اسعار مختلفه للمتغيرات. يعني ايه؟ يعني مثلا كتير في الملابس يقول لك من سمول لحد 2 اكس 300 جنيه، من 2 اكس ل 5 اكس عشان مقاسات خاصه تزيد 20 جنيه مثلا، تزيد 40 جنيه، تزيد 50 جنيه، وهكذا. فممكن مثلا نيجي هنا على كل لون مثلا من الاكس لارج، اسف، من الاثنين اكس لارج، ونخلي السعر 320. مش هو كان بيتباع اصلا ب 300 او هو كان بيتباع ب 300 250، هنخليه 320 270. واجي برضو هنا على الازرق ال 2 اكس لارج واخليه 320 يتباع ب 270، يعني اغلى 20 جنيه. واجي تحت خالص برضو على الاسود ال 2 اكس لارج اخليه 320 270، واقول له حفظ. ده معناه ان انا هقدر ادي اسعار مختلفه في المقاسات المختلفه. يعني هنا هنختار ابيض ميديوم بكام؟ 300، لارج 300، اكس لارج 300، 2 اكس لارج 320 270. طبعا احنا نسينا نحط اصلا سعر المنتج الاساسي. لا والله محطوط 300 250. ماشي حفظ. طالما عملنا منتج متعدد الخواص، بص بقى، يبقى لازم تعدل السعر فيه. يعني ممكن تيجي تقول وضع السعر الافتراضي لكل الاصناف تعيين، وضع سعر الخصم كل الاصناف تعيين. كده كله نزل 300 250 300 250 300 250. وده كمان هنعدله بقى، نخليه 320 270. كويس انا افتكرت اقولها لك. اجي هنا بقى في الحته دي وقلت تعيين السعر للكل. طالما ضفت متغيرات لازم تروح تعدل على السعر تاني، تقول له السعر الافتراضي لكل الاصناف 300 او الرقم اللي انت عايزه، وسعر خصم كل الاصناف تقول له تعيين وتعيين عشان يفرضها على الكل. فقام حاططها هو في الكل، واروح انا بقى اعدل الاثنين اكس لارج 320 270. دي زي ما هي، دي زي ما هي، دي زي ما هي، ودي الاثنين اكس لارج 320 270.
وبرده دي كله زي ما هو، ونيجي على الاخيره ال 2 اكس لارج 320 270 واقول له حفظ ورفرش في المنتج ده، هتلاقي كله اهو بقى 300 250. وانا واقف على الابيض السعر 250 لارج 250 اكس لارج 250 2 اكس لارج 270 والسعر قبل الخصم كان كام 320. طب الازرق نفس الكلام، طب الاسود نفس الكلام، طب لو رجعت لاي مقاس هيرجع السعر ل 100 ل 250. لكن دايما وانا واقف على الهين اكس لارج ايا كان اللون السعر ب 270 وليس ب 250. اظن كده الكلام ظريف لطيف خفيف عشان تعمل مقاسات والوان وتغير الاستوك وتغير الاسعار كمان بتاعت لو انت عايز تغير الاسعار بتاعت المقاسات. برضو في الشائع برضو في الاحذيه انه لك ايه موجود مقاسات من 41 ل 47 او 48، من 41 ل 45 اللي هو السعر او المقاس العادي بكذا، المقاسات الخاصه اللي هي مثلا 46 47 48 بكذا. طبعا دي بتفرق معاك جدا ان انت ما تحتاجش تعمل منتج اخر. اصل البديل كنا بنعمل ايه زمان قبل الاوبشن ده؟ بعمل منتج مختلف اسمه مقاسات خاصه واديه سعر مختلف. لا هو كده دلوقتي داخل نفس المنتج هحط اسعار مختلفه، مره 250 ومره 270 او طبعا زي ما انت عايز. وكده خلصنا الصفحه الثالثه وهنخش على الصفحه الرابعه والاخيره لان الباقي كله هيتشرح قدام في حاجات اخرى، وهي الاعدادات المتقدمه. بعض الاوبشنز اللي انت ممكن تفعلها وممكن لا، ولما بتفعلها بتديك حاجات ظريفه جدا بتوفر لك ايزي اوردر بتزود من معدل الاوردرات. اولا تخطي السله، لما بفعل هذا الاوبشن ما بيظهرش للراجل ده كان فعله نروح حفظ، ما بيظهرش للراجل اصلا اوبشن اسمه اضف الى السله. خلاص اضغط هنا للشراء على طول، ما تروحش تقول لي اضف للسله ولسه هيروح وينسى ويتلخبط والنت يتقل وبتاع. خلاص هو شال الاوبشن اصلا بتاع اضف الى السله. معلش هنزل تحت شويه كمان وهجيب لك اوبشن تاني اسمه شراء المنتج من نفس الصفحه. هيختفي اصلا بقى الزر ده خالص، او يعني مفيش بقى زرار اضغط عليه فيوديني على صفحه تانية احط فيها اوردراتي. لا لا لا، انا لما هفعل الاوبشن التاني اللي هو شراء المنتج من نفس الصفحه واقول له حفظ ونعمل ريفرش، في نفس الصفحه يا باشا في نفس الصفحه ظهر الباي بوكس، اسمك تليفونك عنوانك. ولو انا عامل كونتنت كبير كده طويل في اي حته ما بضغط على هنا للشراء بضغط على الزر ده بيقوم ايه رميني على الباي بوكس عشان احط بياناتي. يبقى تاني عندي 2 اوبشن. الاوبشن الاولاني ان انا اتخطى السله اشيل الاوبشن بتاع اضف الى السله او اد تو كارت. الاوبشن التاني شراء من نفس الصفحه، انه خلاص بيطلع لي الباي بوكس في نفس الصفحه مش في صفحه تانية. الحاجات دي طبعا بتعلي من نسب الشراء او الكونفرجن ريت. طيب كمان في اوبشن اسمه تفعيل الزر الثابت اسفل الصفحه للشراء. ده برضو اوبشن هايل، اما سيفه كده بيظهر بالذات على الموبايل. هو هنا ظاهر اهو، ظاهر هنا اهو، يعني لو احنا معلش شلناه عشان بس اوريك قبل المنظر كان عامل ازاي. اهو هنا مفيش حاجه ثابته، يعني لما بسكرول مفيش حاجه بتنزل معايا. طبعا بتبان جدا على الموبايل، بتبان جدا. اعتقد لو عملنا كنترول شيفت ام باين مش فاكر، ايوه صح كده الله ينور. كده شكل الموبايل، كده شكل الويب سايت بتاعك على الموبايل اهو. تعالى بقى اقول له باشا تفعيل الزر الثابت للشراء واقول له حفظ، ريفرش لي كده هنا. شايف يا باشا؟ بص شايف دي ثابته معاه تحتهم، هو عمال سكرول داون. هو في اي حته لو ضغط هنا على الشراء هيرميه على فين؟ على الباي بوكس. هيطلع فوق خالص ويضغط على هنا هيرميه على الباي بوكس. في اي حته ده ثابت معاه الزرار ده، كانه الزرار ده بس هو ثابت معايا، وطول ما هو عمال سكرول هو ثابت معايا. لو ضغط عليه في اي لحظه هيرميه على الباي بوكس او نموذج الشراء اللي يحط فيه تفاصيله ويتك اضغط هنا للشراء يبقى اشترى المنتج بتاعك. طبعا ده اوبشن عظيم جدا، حاول تستعمله. طيب ايه تاني بقيه الاوبشنز؟ تفعيل المراجعات، انه لو انت عامل مراجعات او تقييمات للمنتج تظهر اصلا على الصفحه. عرض عدد زوار وهمي لما بفعله بيبدا يعرض لك يقول لك ان حاليا جوه الصفحه في يشاهد هذا المنتج الان 20 عميل، وكل شويه تلاقيها تتغير 60 50 40. طب هو بيتنطط بالارقام عامله ازاي؟ من 20 ل 70. انت بقى تحط الارقام اللي على هواك. خليها مثلا يا عم مثلا من 30 ل 110 هفترض مثلا.
فقول له حفظ، هتلاقي الارقام هنا بدات تختلف، تنزل لحد 30 وتطلع لحد 110. طيب هل ده حاجه كويسه؟ هي حاجه كويسه بس مش اخلاقيه. الكرة في ملعبك انت، الاوبشن موجود، عايز تستخدمه اتفضل، مش عايز ما تستخدموش. هي حاجه كويسه ولكن طبعا غير اخلاقيه، لان هي كذب. يعني هل هو فعلا في هذه اللحظه في 103 عميل بيشاهدوا المنتج؟ فالكوره في ملعبك انت يا صديقي، انا ما اقدرش اقول لك استعملها او ما تستعملهاش. انا بقول الاوبشن اهو، وانا شايف ان هو غير اخلاقي لانه في شويه كذب على العميل. كمان في حاجه اسمها تفعيل خاصيه المخزون الوهمي، انه بيقول له المخزون قليل جدا، متبقي 5 قطع. ممكن تحط له هنا مثلا عدد قطع متبقي، مثلا اقول له 7 واقول له حفظ، فيظهر هنا للعميل انه خلي بالك فقط متبقي 7 قطعة. فعشان هو بقى العميل لما يقرا دي مع دي يبدا يحس انه في ايه، في حاجه تجري وراه. ده حاجه تسويقيه يا جماعه، برضو كويس ان انا افتكرت اقولها لكم، اسمها فومو. فومو هي الفير اوف ميسنج اوت. فير اوف ميسنج اوت يعني الخوف من الفقدان. يعني ايه يا عم سامر الرزع ده؟ برضو معلومه ليك تبقى انت فاهم لو انت سمعت كلمه فومو في اي وقت. فومو يعني انا بقول للعميل خلي بالك ممكن ما تلحقش، فبخلق عند العميل فومو، بخلق عند العميل خوف من انه ما يلحقش. فير اوف ميسنج اوت، الخوف من الفقدان، انه ما يلحقش يشتري المنتج ده. فبقول له تخيل انه يتبقي 7 قطع بس، وفي دلوقتي حاليا 40 عميل، 50 عميل، 100 عميل جوه الصفحه، فيقول لك اما الحق. طبعا الحاجات دي كانت بتجيب زمان اول ما طلعت، دلوقتي بقت يعني مستهلكه عشان نكون صراحه مع بعض، فما بقتش مقنعه للعملاء، والعملاء بقت فاهمه بشكل كبير ان ده بلح فيك يعني. الحاجه التانيه ان انت برضو ايه لو هتستخدمها يعني خليك ذكي. يعني انا مره دخلت لقيت اعلان لمنتج عجبني، دخلت جواه لقيته كاتب لي انه تم بيع 4226 اوردر خلال اخر 15 دقيقه. يا راجل 4000 اوردر في اخر ربع ساعه؟ متبقاش كذاب وغبي، متبقاش كذاب وبجح. يعني فيعني انت عايز تكذب خليك يا اخي شيك، يعني على الاقل يعني ما تعملش خطيئتين. انت كده بتعمل خطيئتين، مش خطيئه انك بتكذب وخطيئه انك غبي. ما تبقاش غبي ارجوك، يعني كفايه ان انت كذاب، ما تبقاش كذاب وغبي في نفس اللحظه. فبرضه خلي الارقام منطقيه نوعا ما لو قررت تكذب يعني. لكن زي ما قلت لك برضه من منطق براجماتي بحت، الحاجات دي بقت مستهلكه وما بقتش تجيب قوي مع العملاء. فزي ما قلت لك الكوره في ملعبك. برضه في حاجه اسمها العداد الوهمي، انه بيقول له باشا متبقي ساعه على الخصم ده عشان يخلص. ممكن وطبعا بيطلع له كاونت داون او عد تنازلي عشان يقول له ده هيخلص خلال ساعه، 59 دقيقه و59 ثانيه، 58، 57. الحاجات دي المفروض برضو ان هي بتخلي العميل يحصل له فومو، او انه يحس انه خلاص العرض هيخلص. لو انت عايز تزود عدد الساعات هتخليها مثلا ساعتين وليكن زي ما انت عايز، وقول له برضو كده حفظ. فتعالى كده نرفرش اهو يا باشا، الوقت المتبقي للخصم 1 ساعة 59 دقيقة 54 ثانية، عمالة تقل. فهو يحس انه خلاص قدامه ساعتين ماكسيمم ولازم يشتري الاوردر عشان الخصم ما يخلص او الاوردر ما يخلص بتاعه. ايه تاني الاوبشنز اللي موجوده؟ ممكن تخليه منتج مخفي ما يظهرش، ممكن تخفي عدد القطع عشان ما يظهروش ان ستوك اوت، ممكن تخفي الهيدر. يعني لو انت شفت الصفحه كده فيها هيدر ظاهر اهو، اللي هو فيه الهوم بيج ايكون، وفي الاختصارات دي اللي هي الكاتيجوريز والسياسات والكلام ده. لو انا فعلت اخفاء الهيدر ده واقول له حفظ ورفرش، شاله وخلاص طلع المنتج على طول. فطبعا ده اوقات بيفرق جدا، بيكون ظريف الحقيقه. تفعيل الشحن المجاني للمنتج، لو انا مثلا عامل ان في سعر شحن على الستور مثلا 50 جنيه 100 جنيه 70 جنيه ايا كان الرقم، ممكن اخلي منتج بعينه شحنه مجاني اذا انا اعلم على هذا الاوبشن. فلو علمت على هذا الاوبشن هيخلي المنتج ده لوحده سعره شحن مجاني، حتى لو انت حاطط على الستور كله. وهنشوف ده ان شاء الله خلال الفيديوهات القادمه ازاي تحط اسعار الشحن بتاعتك على الستور. فحتى لو انت حاطط اسعار شحن على الستور هيخلي المنتج ده لوحده از اكسبشن او كاستثناء. تفعيل الشحن المجاني هيخلي المنتج ده فقط شحنه مجاني. طيب اخر حاجه ان شاء الله نقولها في هذا الفيديو، السعر الذي سيتم ارساله للبكسل. بص يا صديقي، في اوبشن هي بيوفره لك ايزي اوردر، هو ان انت مثلا لو بتبيع المنتج ده ب 300 جنيه، لما بتعمل اعلان كونفرجن
احنا هنعمل هنا كونفرجن بقى اعلان. فاول حد بيدخل على البيج عندك هو فيسبوك نفسه، لازم يفتح يشوف اعلانك ويشوف اللينكايه بتاعت الموقع بتاعتك هل هي فيها اي مخالفات او لا. هل لو انت حاطط اي صور مخالفه، اي كلام مخالف، اي منتجات المخالفه اللي فيها وعود بشيء معين، منتجات التخسيس تقول له تعالى هخسسك 5 كيلو خلال اسبوع، كل الكلام طبعا بيكون مرفوض بالنسبه لفيسبوك. فما علينا عشان ما ندخلش في قصه تانية. اول حد بيخش على صفحه المنتج بتاعتك بيكون فيسبوك نفسه، فبيقرا كل حاجه. من ضمن الحاجات اللي بيقراها هو سعر المنتج. امال هو بيحسب لك الرؤاز ازاي؟ فاكرين الرؤاز؟ فاكرين لما قلنا فيسبوك بيحسب لك الرؤاز؟ بيحسبه ازاي؟ مش هو لازم يشوف هو عمل كام اوردر، الاعلان بتاعك عمل كام اوردر والاوردر بكام، فيعرف انت بعت بكام وصارف ادز كام، فيقسم ده على ده ويحسب الرؤاز. ازاي فيسبوك يحسب ان الرؤاز للاعلان ده 5؟ بيشوف والله انت صارف 100 جنيه وعملت 5 اوردرات والاوردر ب 100، يبقى انت بعت ب 500 وصارف 100، يبقى الرؤاس 5. احنا شرحنا الكلام ده قبل كده صح كده؟ يبقى بيعرف ان الاوردر بكام. طيب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي المفروض حاجه حلوه، لانه المفروض على حسب التسعير بتاعك بيبدا يظهر الاعلان بتاعك للناس الملائمه للسعر بتاعك. والله انا بقول شعر، نقول تاني. لما فيسبوك بيعرف سعر الاعلان بتاعك، سعر المنتج بتاعك، بيبدا يظهره لناس بتشتري المنتج بتاعك وزن او حوالين السعر بتاعك. انا ببيع ساعه وانت بتبيع ساعه، حلو، ده مش كافي. انا ببيع ساعه ب 10000 جنيه، انت بتبيع ساعه ب 200 جنيه، فزبوني غير زبونك رغم ان المنتج هو صح كده؟ يبقى انا لما بقول لفيسبوك ان انا سعر المنتج بتاعي 10000 جنيه، هو بيقرا ان سعر المنتج 10000 جنيه، فبيعمل ايه؟ بيبدا يدور لك على ناس بيشتروا السلع الغاليه، بيشتروا السلع الفاخره. هو بيعرف منين؟ لا هو مراقب كل الناس، احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل قبل كده. هو مراقب كل حد، مراقب كل اليوزرز وعارف بيعملوا ايه وبيشتروا ايه وبكام وبيدفعوا كام وكل الكلام الظريف ده. طيب فبيعمل ايه الفيسبوك لما يقرا سعر المنتج بتاعك 10000 جنيه؟ هيروح يدور على ناس يشتروا المنتج بتاعك يكونوا قادرين على دفع ارقام عاليه للمنتجات الاونلاين. طبعا الناس دي سعرها عامل ازاي على فيسبوك؟ غالي، فطبيعي تلاقي المبيعة واقفة عليك بأرقام عالية. تلاقي المبيعة 300 جنيه، مبيعة ب 500 جنيه، مبيعة ب 1000 جنيه. ما هو كل شيء ايه؟ ليه ثمنه بالبلدي. فيسبوك بيقول لك انت بتبيع منتج غالي، تعالى يا باشا هجيب لك، هوديك لناس محترمين، هخليك تخش تبيع جوه التجمع الخامس مش جوه ارض اللواء بالبلدي. بس عشان اخليك تبيع في التجمع الخامس هاخد منك كذا، لاني كنت باخد منك ارقام قليله جدا لما بطلعك في امبابه ولا في ارض اللواء. بالمنطق صح كده؟ كانك واخد محل ايجار في حته شعبيه كلاس سي، وواخد محل بيبيع منتجات مشابهه بس كلاس ايه، فواخده في التجمع الخامس جوه مول في 5 ديستريكت، اي حته نظيفه في زايد وهكذا. فطبيعي تدفع اكتر بكتير في الايجار، هي بالظبط. فايزي اوردر بقى بعد كل اللي انا هرته ده، الاوبشن ده بيعمل ايه يا عم سامر؟ ايزي اوردر عندها اوبشن ان انت تقول له مش يا ريس المنتج ده سعره 10000، يعني تعالى كده نعدل، هفترض ان المنتج ده سعره 10000 جنيه وسعر التخفيض بتاعه يا عم سعر المنتج 15000 جنيه، دي 150000 ماشي، وسعر التخفيض 12000 جنيه. مش انت بتقول يا ريس ان سعر المنتج ده 12000 جنيه؟ الوقت فيسبوك لو دخل على السايت، عملت اعلان دخل على السايت، هيقرا سعر المنتج كام؟ 12000 جنيه، السعر اللي هيظهر له هنا. طبعا هو مش هيظهر دلوقتي عشان انا ما حطيتش ده للمتغيرات، فممكن نروح كده على متغيرات واقول له تعيين تاني. تعيين شكرا، حفظ، نرفرش. فيسبوك هيقرا دلوقتي ان المنتج ده سعره 12000 جنيه. طب ايه رأيك لو كتبت له هنا دلوقتي مثلا 500 جنيه وقلت له حفظ،
الرقم اللي انا كتبته هنا ده مش هيظهر في اي حته. لو رفرشت هنا هلاقي المنتج لسه سعره 12000 بدل ما 15000، مفيش اي حاجه ظهر فيها 500 جنيه دي. امال ايه اللي بيحصل هنا؟ هو بيحاول يضحك على فيسبوك، ولما الفيسبوك بوت او الروبوت او السبايدر بتاع فيسبوك بيخش على الموقع بتاعك، بيقرا ان سعر المنتج 500 جنيه، مش هيقرا ان هو 12000 جنيه. فايه اللي بيحصل يا شاطر؟ بيبدا يوديك على ناس قادره انها تشتري المنتج ده ب 500 جنيه. فايه اللي بيحصل يا شاطر؟ بيجيب لك سعر المبيعه ايه؟ ارخص بكتير. اللي انا قلته ده عبث تسويقي. عبث تسويقي ليه؟ ما هو يا حبيبي لما هو يفهم ان سعر المنتج ب 500 جنيه فيطلعك على الفئه اللي بتشتري المنتج ب 500 جنيه، فتفتح تلاقي الساعه اللي انت بتبيعها ب 12000 جنيه، هتجيب الاهانه ليك ولاهلك. الحقيقه هتسمع شتايم. ساعة ايه اللي ب 12000 يا ولاد يا مش عارف يا ايه يا حراميه يا نصابين يا الله. مين الغلطان في القصه دي؟ انت، انك حطيت سعر البيكسل غلط، السعر اللي بيروح للبيكسل غلط. فانا اصلا عمري ما بلعب بالاوبشن ده خالص، ولو قررت تلعب بيه العب بيه بنسبه صغيره خالص عشان فيسبوك يفضل فاهم الحته اللي المفروض يطلعك فيها. مش من مصلحتي ان انا اكون ببيع منتج ب 12000 وافهم فيسبوك انه هيبيع ب 500. اخري اقول له ببيعه ب 10، اخري ده لو هتفرق يعني، وصدقني مش هتفرق كتير يعني. صدقني لما فيسبوك يقدر يشوف ان انت بتبيعه ب 10 وانت بتبيعه ب 12 تقريبا هي اصلا هيوديك على نفس الحته الغاليه اللي ثمن المبيعه فيها غالي. فالاوبشن ده بالنسبه لي غير مفضل على الاطلاق. ولكن الكوره في ملعبك، انا بشرح لك ماركتنج مش بس بشرح لك ازاي تعمل متجر الكتروني وخلاص. فمن وجهه نظري الشخصيه التي لا قيمه لها على الاطلاق ده مش اوبشن كويس. لكن اوقات بيفيد لو بتكون بتلعب في منتجات سعرها قليل. يعني مثلا انا ببيعه ب 500 فاروح اقول له يا باشا انا ببيعه ب 300. هنا ممكن تحس شويه بفرق، لان مثلا زبون ال 300 غير زبون ال 500 و 600 مثلا، فممكن تستعمله طالما الفروقات صغيره نوعا ما. لكن ما تحطهوش اطلاقا بفروقات كبيره، هيبوظ لك البيكسل بتاعتك، هيجيب لك ناس غلط، ولا هتشتري ولا هتعمل معاك اكشن، هتيجي تشتمك وتمشي. فانت عمال تدفع عليهم اعلان على الفاضي. فطبعا لا احبذ اطلاقا هذا الاوبشن، الا زي ما قلت لك لو فرق صغير. انت بتبيعه ب 400 وهتبلغ البيكسل ب 300، يا عم ماشي هنعديها، مش هتحس بفرق ضخم اصلا في الاعلانات، بس يلا مش مشكله. اذ ربما تجيب لي ناس ارخص شويه، والنهارده اللي يدفع 300 هو اللي يدفع 400، فوارد يا باشا ايه ابقى انا كسبان سي بي اي ارخص، تكلفه المبيع ارخص، فتمام ممكن نعملها. لكن ما تحطش فرق ضخم بين سعر المنتج الحقيقي والسعر اللي هنا، عشان كده انت اللي هتزعل. هذا وبالله التوفيق. خلصنا صفحة منتج متعدد الخواص وصفحة إعدادات متقدمة. كل الباقي ده صفحات زيادة هتتشرح في طريقها. هنشرح في مرة في فيديو خاص الاب سيلينج، هنشرح مرة المخزون، هنشرح مرة الديجيتال برودكت لو ربنا أراد، هنشرح في مرة اللاندنج الاحترافية هنعملها الفيديو الجاي على طول إن شاء الله. فاللي جاي ده كده خلاص هو هيبقى الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أشوفك على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.